بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا جماعة احنا عاملين الحمام الكداب، بس انا عاملاه بطريقة مختلفة. مش عاملاه بالوراك المخلية، لا انا عاملاه بالوراك الصحيحة زي ما حضراتكم شايفينها كده. غسلتها ونقعتها في مية، جبت صينية قطعت فيها بطاطس وقطعت فيها طماطم وقطعت بصل وفلفل اخضر ورصيت الحاجات دي كلها في الصينيه. وادي الحمام اهوت. انا جبت الرز وعملته بالظبط زي رز الحمام. شوحت بصلتين وحطيت عليها الرز وقلبته تقليبه كويسه كده، خليته يتشمع كويس على النار. وبعد كده حطيت بقى البهارات والملح والفلفل وحشيت الاوراق ما بين الجلد وما بين اللحم زي ما حضراتكم شايفين كده. وجبت بقى الوراك بعد ما حشيتها حطيتها رصيتها فوق الخضار اللي انا عملته. بس كده سهل جدا وبسيط. وبعد كده بقى بتجيبي طماطم او صلصة وتدهني الوراك، ولو معاهم معلقة سمنة وعصرة ليمونة وشوية فلفل اسود بيدوا طعم جميل جدا زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي على وش الصينية. وطبعا على فرن حامي وندخلها على الفرن. بتاخد لها حوالي نص ساعة، نص ساعة، ساعة الا ربع، يعني على حسب الفرن بتاع حضرتك. بتطلع حلوة قوي. وبصراحة بصوا بقى الجمال لما طلعتها من الفرن. بصوا هي دي صينية الحمام الكداب، تحفة، ريحتها جميلة. الخضار اللي انا حطيته تحت الوراك في الصينية ده يا جماعة مش قادرة اقول لكم بقى طعمه وريحته عاملة ازاي. طبعا شرب من الوراك وادى يعني دسامة كده وطعم حلو. وعملت رز ابيض، ما عملتش كتير طبعا لان كده كده الحمام الكداب ده محشي رز. جنبيه رز ابيض اهوت. وعملت سلطة بنجر بتبقى تحفة قوي جنب الاكل يا جماعة، يا ريت تعملوها. وبس كده، وده كان غدانا النهارده وده اكلنا. واتمنى يعجبكم، واتمنى ان انتوا تعملوا طريقه الحمام الكداب دي حلوه قوي. ده البنجر اهوت، سلطه البنجر جميله طبعا. انا عاملاها لكم برده وهجيبها لكم بطريقه مفصله، هعملها لكم في فيديو. وده كان يومنا النهارده وده اكلنا. واتمنى تعملوا الاكله دي جميله وهتعجبكم قوي. ما تنسوش اللايك يا جماعه، وما تنسوش الاشتراك في القناه. واترككم في رعايه الله وامنه.